واخيرا جه الفيديو المنتظر والفيديو اللي كل الناس مستنياه، وهو اختبار عداد الجيجات بتاع شركه وي. ولكن المره دي بقى الاختبار هيتم بطريقه محدش عملها قبل كده ولا حد هيعملها بعد كده. هنختبر بكذا طريقه، والفيديو ده هيبقى اجمد مما اي حد يتخيل. الفيديو ده مقسوم لنصين، النص الاولاني انا هشرح لك هنختبر ازاي العداد وايه الطرق اللي احنا هنختبر بيها، لان احنا هنختبر بكذا عداد ورا بعض علشان كل واحد يحسب اللي احنا بنعمله، وبعد كده هنبدا الاختبار ونسيبه. والنص التاني بقى من الفيديو هنشوف بقى نتيجه الاختبار، وهل فعلا الجيجات اللي احنا بنستهلكها مظبوطه ونفس اللي العداد بيحسبها ولا مش مظبوط. وخلي بالك انا والله ما اعرف النتيجه اللي هتطلع كام، انا زيكم دلوقتي هنبدا الاختبار وهنشوف في الاخر وهكتشف معاكم نتيجه الاختبار دي هتبقى ايه. نسيت اقول لك، لو انت بتتفرج على الفيديو ده في العرض الاول، لان احنا بدأنا نستخدم الميزه الجديده بتاعت يوتيوب، فهتلاقي عندك اللايف شات، اكتب لي فيه بقى كده وتوقعاتك ايه وشايف ايه. اللايف شات ده كل الناس بقى في العرض الاول هتتفاعل فيه وبتشوف الفيديو مع بعض. ولو انت ما بتشوفش الفيديو ده في العرض الاول، فانزل بس فعل الجرس كده اللي تحت ده عشان يوصلك الفيديوهات الجايه بعد كده في العرض الاول ونشوفها مع بعض، لان انا ببقى معاكم في الشات بتاع العرض الاول ده. وبالتاكيد طبعا اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب علشان بقى يوصلك كل جديد. وفي حاجه كمان كده عايز اقولها قبل ما نبدا الفيديو، علشان لو العداد طلع مظبوط هتلاقي بقى ناس كده عايشه في نظريه المؤامره طالعه تقول لك يا انيس انت بتطبل، يا انيس انت بتعمل. بدل ما تكتب الكلمتين اللي انت عايز تكتبهم دول وخلاص، طب اطلع جرب، يعني شوف كده كل الطرق احنا جربنا بيها وجرب، واتحداك لو لقيت النتيجه مختلفه عن النتيجه اللي هتطلع معانا النهارده. شركات الاتصالات بتشوف الفيديوهات بتاعتي زيها زيكم. وعلى فكره الناس اللي عايشه في نظريه المؤامره تقول لك انت بتطبل، هو يعني لو العداد طلع مظبوط هيقول لك انت بتطبل لوي، لو طلع مش مظبوط هتلاقي نفس الشخص برضه طالع يقول لك انت بتطبل لشركه ثانيه فعشان كده مطلع وي وحشه. انا يعني رديت علشان الناس اللي بتقول انت ما بتردش ليه بس. ويلا بينا بقى نبدا الجمدان. وفي الاول خليني اعرفك احنا ازاي هنختبر العداد المره دي بطريقه جديده وبطريقه مختلفه وبعده عدادات تانية بعديها علشان نقدر نختبره. انا دلوقتي هجدد الباقه بتاعتي على باقه 140 جيجا، وهنخش كده على ستيم وايبك نحمل لنا لعبتين ثلاثه يكون حجمهم كبير عشان نخلص فيهم ال 140 جيجا او على الاقل جزء كبير جدا منهم. هنشوف بقى حجم الالعاب ديت على ستيم وايبك كام جيجا، ونشوف بعد كده خصمت من العداد قد ايه. مش بس كده، ده احنا كمان هنعمل ريسيت للعداد بتاع الويندوز ونشوف البي سي هيحسب انا استهلكت قد ايه. طب هل احنا هنعتمد نشوف حجم الحاجات اللي احنا نزلناها والعداد بتاع الويندوز بس؟ لا برضو، احنا هنركب ميكروتك راوتر بورد بين البي سي والراوتر علشان يحسب كل ميجا هتعدي وكل جيجا هتعدي رايحه من الراوتر للبي سي بتاعي. وبالتاكيد طبعا مفيش اي حد هيوصل على الراوتر غير البي سي ده، وهيبقى واصل عن طريق الكابل. وهنخش دلوقتي على الراوتر مع بعض نقفل الواي فاي من الراوتر تماما علشان نتاكد ان مفيش اي جهاز هيتصل على الراوتر غير البي سي. في حاجه مهمه جدا عايز اقولها، علشان انا هعتمد في الميكروتك على العداد بتاع اللان عشان يحسب لي كل كيلو هيعدي. فبالتاكيد الميكروتك لو عمل ريستارت او الكهرباء فصلت ورجعت تاني، والحمد لله الكهرباء عندي فصلتش هنا من يوم ما جيت الاستوديو بقالي 3 سنين، بس يعني لو فصلت العداد ده هيتصفر في الاختبار هيبوظ، هنضطر نعيده من الاول. عشان كده هستخدم البطاريه ديت اللي وصلتني من جولدابيكيا. جولدابيكيا هي بيج بتعمل بطاريات وبتعمل باور بانكس، كلها حاجات صناعه مصريه، والناس اللي عاملاها هم شباب مصريين. موضوع سيمبل ورخيص، رخيص جدا، يعني هو مش عامل لك حوارات كتير عشان ما يزودش تكلفه. انت بتشتري حاجات رخيصه جدا، فانت لو عندك مثلا كهرباء تقطع او حاجه ومحتاج بطاريه تشغل عليها الراوتر، الموضوع سهل، جيب بطاريه زي دي وبيعمل لك اللي انت عايزه. عايز بطاريه اكبر، عايز بطاريه تشغل الراوتر يوم يومين 3 ساعتين حسب الفلوس اللي انت هتدفعها، بتركب دي في الادابتر، يعني هتركبها في النص بس بين الراوتر وده في الراوتر. اللينك بتاعتهم في الديسكربشن تحت الفيديو، وبشكرهم على هذا المنتج اللي احنا هنستخدمه النهارده في الاختبار علشان الراوتر بورد لو الكهرباء قطعت ما يفصلش والعداد بتاعه يبوظ. طيب دلوقتي انا ركبت البطاريه في الراوتر بورد. ما تنسوش تقولوا لجولدابيكيا ان انتوا تبع انيس علشان يعملوا لكم خصم، واي شباب مصريين بيخترعوا اي حاجه او بيعملوا اي حاجه وبيقدموا اي خدمه مفيده يبعتوا لي يقولوا لي، وانا هعمل لهم اعلان ليها كده في اول اي فيديو وارشحها للناس لو الحاجه دي فعلا كويسه ببلاش، مش هاخد فلوس من الاعلان ده. اول حاجه هنعملها هنخش على الراوتر علشان نقفل الواي فاي منه خالص ونتاكد ان مفيش اي حاجه هتسحب الانترنت ده غير البي سي اللي انا شغال عليه. وبعد كده هنخش على الراوتر بورد بتاعنا نقفل الوان ده الكارت اللي واصل بالراوتر، علشان هجدد دلوقتي الباقه ومن الموبايل. وهشوف كده عشان الناس تقول لي انا بجدد الباقه، ببص بلاقي العداد نقص منه 2 جيجا 3 جيجا من غير اصلا ما استخدم اي حاجه فجاه. فهنشوف لما نجدد الباقه كده مثلا 10 دقائق الباقه هتفضل 140 زي ما هي ولا هتقل. كده الراوتر دلوقتي مش واصل عليه اي حاجه تماما، ولا كابل ولا واي فاي. انا شغال دلوقتي على الداتا، وطبعا مش هجدد الباقه عشان انا اصلا على 70 ميجا فعايز اخليها 30. فهنختار سوبر تغيير، يعني مش تجديد بقى، هيبقى تغيير الباقه، وهقول له موافق واستنى بقى اشوف ان ال 140 جيجا نزلوا لي. تمام، دلوقتي الباقه اتجددت معايا و140 جيجا ومفيش حد متصل على الراوتر. هنستنى 10 دقائق
الساعه دلوقتي فوق 5:29. هنستنى كده 10 دقايق ونشوف الباقه هتنقص ولا لا. طب يا جماعه عدى 7-8 دقايق وانا زهقت بصراحه، فعايز انجز، ما جاتش يعني 8 دقايق من 10. وهنشوف دلوقتي العداد في حاجه اتغيرت فيه ولا لا. 140 زي ما هو، مفيش اي حاجه نقصت. ليه بتلاقي العداد نقص لما بتجدد الباقه مره واحده؟ عشان الموبايلات بتبقى يعني محتاجه الانترنت اصلا واقف عليها بقاله فتره، فاول ما الانترنت بيشتغل بتعمل بقى ابديت وتجيب النوتيفيكيشنز اللي جايه لك، الابلكيشنز والحاجات دي. فده السبب. فتعالوا بقى نعمل الاختبار بتاعنا. سيبكم بقى ايه من الكلام ده. اول حاجه تعالوا نبص كده على الوان ده اللي هو اصلا الكارت اللي جايب الانترنت من الراوتر. هنلاقي نفسنا ساحبين دلوقتي 1650 كيلو داونلود و678 ابلود. دول الكيلوات اللي احنا استخدمناها من شويه علشان نفتح صفحه الراوتر. قبل ما اعمل الكارت ده انيبل واشغل انترنت، تعالوا كده الاول نروح نعمل ريست للعداد بتاع الويندوز. يعني انا دلوقتي مثلا في العداد بتاع الويندوز 66 جيجا، فهعمل له ريست كده علشان نبقى زيرو من الاول تاني. وزي ما انتم شايفين كده انا دلوقتي مش مستهلك اي حاجه خالص. فيلا بينا بقى نشغل الانترنت كده. المفروض الانترنت هيبدا يشتغل معانا. تعالوا نفتح اول حاجه مثلا ايبك. يعني يا جماعه للاسف انا نسيت الاكونت بتاعي. انا قعدت امبارح 3 ساعات افتكر في الاكونت بتاعي، مش فاكر اصلا كنت عامله بانهي ايميل على ايبك، فعملت اكونت جديد. وهننزل دلوقتي مثلا فورتنايت، نعمل لها انستول. تنزل عندي هنا في فولدر اسمه جيمز وهقول لها انستول، وهندوس كده على داونلودز. هنلاقيها 29 جيجا بوينت 1 سوري 39 جيجا بوينت 1. يعني طبعا عشان هنجمع الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي 39.1 زائد. تعالوا بقى نروح نفتح ستيم. قبل ما نروح على ستيم تعالوا كده نبص على الميكروتك. دلوقتي بيقول انا ساحب 30 ميجا هم كلهم، وبدا يحسب اهو بقى من الانترنت دلوقتي. الداتا اللي انا استخدمتها انا هو عمال استخدم 169 ميجا 100 مش عارف كام ميجا، وده الداونلود اللي انا ساحبه والابلود اللي انا ساحبه في اللحظه دي. هنفتح دلوقتي ستيم ونيجي ننزل مثلا لعبه زي وورزون 2. اللعبه دي مساحتها 23 جيجا بوينت 89. نكتبهم برضه عشان ما ننساش، زائد 23 جيجا بوينت 89. كده المجموع 62 جيجا بوينت 99. هقول له نيكست. تمام، هو دلوقتي خلاص بدا ينزل اللعبه 23 جيجا بوينت 33، واحنا كتبنا هنا 23 جيجا بوينت 89. فتعالوا كده نشيل بس ايه 23 جيجا بوينت 89 دول ونخليها 23 جيجا بوينت 33 عشان يبقى الرقم دقيق بالميجا. يعني اهو دلوقتي 39 جيجا بتوع فورتنايت وورزون 23 جيجا بوينت 33 زي ما هو كاتب لنا هنا بالظبط. تعالوا برضو ننزل سي اس جو، يعني دي مساحتها 30 جيجا، ما هنشوفها بعد كده هتكتب لنا كام. هقول له نيكست كده، والمفروض ان هو يبدا ينزلها وهيقول لنا دلوقتي المساحه بتاعتها كام. دلوقتي بيعمل تحضير. سي اس جو مساحتها 12 جيجا بوينت 86، فهنقول له زائد 12 جيجا بوينت 86. فكده المجموع كله 75 جيجا. في حاجه كده تعالوا نعملها الاول برضو علشان ما تحصلش اثناء الاختبار واحنا مش واخدين بالنا، ان احنا نوقف الويندوز ابديت علشان ما فيش اي حاجه تعمل داونلود او تسحب الانترنت اثناء ما احنا بنختبر او بنعمل اي حاجه. كده خلاص مفيش اي برنامج شغال عندي غير الحاجات ديت. تعالوا برضو ندور على لعبه تانية ننزلها. يعني تعالوا ننزل مثلا روكيت ليج. يا لعبتش روكيت ليج من زمان قوي، من يجي 5-6 سنين. روكيت ليج مساحتها 21 جيجا بوينت 13، فهقول له زائد 21 جيجا بوينت 13. يبقى كده المجموع الالعاب اللي احنا هننزلها 96 جيجا بوينت 42، يعني 96 جيجا 420 ميجا. فهنستنى كده ال 96 جيجا دول تقريبا هياخدوا لهم 3-4 ساعات. الساعه دلوقتي 5 المغرب. الدنيا ضلمت بره يا جماعه، الدنيا ضلمت. يعني انا بادئ الفيديو كان لسه فيه شويه نور. يلا شويه وهرجع لكم تاني. حانت الآن اللحظة الحاسمة واللحظة المنتظرة. أنا لسه جاي من بره حالا، يا دوب عملت نسكافيه عشان بصراحة الجو تلج بره. موضوع صعب جدا يا جماعة. الساعة دلوقتي 2 إلا ربع تقريبا، 1:48 دقيقة. فيلا بينا نشوف كده. أنا والله ما أعرف النتيجة ولا أعرف إيه اللي حصل أصلا لحد دلوقتي، بس اللي أنا شايفه قدامي كده الألعاب كلها اتحملت. نعمل كده سكرين ريكورد من الشاشة علشان نشوف مع بعض كده ايه اللي حصل. زي ما انتم شايفين ده كده ستيم، سي اس جو نزلت اهو، وكول اوف ديوتي نزلت، وكمان كان روكيت ليج نزلت برضو. وايه تاني كان معانا ايبك كان عليه فورتنايت ونزلت برضو اهي خلاص.
يعني دوسنا كده لانش اهي خلاص نزلت وبقت موجوده على الجهاز. مجموع الحاجات اللي احنا حملناها لو تفتكروا كانت 96 ميجا و420 جيجا. نحسبها علشان سقط رياضه طبعا زي ما كلكم عارفين، 140 جيجا ناقص 96 ميجا و42% اللي احنا استهلكناهم، يبقى المفروض اللي هيبقى متبقي معانا دلوقتي على العداد بتاع شركه وي 43 جيجا 580 ميجا. ده المفروض متبقي لينا. لحظه ظهور الحقيقه يا جماعه، لحظه ظهور الحقيقه. عشان كده انا بتمنى لو انت بتتفرج على العرض الاول للفيديو هتلاقي عندك اللايف شات، تكتب لي فيه دلوقتي، هديك كده 10 ثواني تكتب العداد مظبوط ولا لا، توقعك ايه؟ لو انت بتتفرج على الفيديو بعد ما نزل انزل في الكومنتات دلوقتي اكتب لي العداد مظبوط ولا لا. هديك 10 ثواني كده عشان بجد يا جماعه انا عايز اعرف الناس يعني ايه وجهه نظرها. انا بتريش من السقعه، حرفيا الجو ساقعه جدا. يلا بينا نفتح العداد بتاع شركه وي. هوب، لحظه الحقيقه، لحظه الصدمه، لحظه اوه بوم 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 بوم. 37 جيجا المتبقيين معانا، واحنا المفروض كان يبقى متبقي معانا 43 جيجا و580 ميجا. نخش كده بس على التفاصيل هنلاقي المتبقي معانا 37 جيجا 320 ميجا، يعني كده في 6 جيجا اختفوا من العداد. قبل ما تفهم غلط استنى علشان هقول لك ال6 جيجا دول راحوا فين. تمام؟ ده بقى اللي الناس كلها مش عارفاه والناس كلها مش فاهماه، تقول لك انا الجيجات بتاعتي بتتسرق، الجيجات بتاعتي بتختفي، وانت مش عارف اصلا. طب احنا فعلا حملنا حاجات 96 جيجا، ليه مخصوم 102 جيجا؟ يعني ليه في جيجات زياده؟ قبل ما اقول لك ال6 جيجا دول راحوا فين، تعال نبص كده على العداد بتاع الويندوز، نشوف العداد بتاع الويندوز مظبوط ولا مش مظبوط. اوبا، العداد بتاع الويندوز كاتب لي ان انا استهلكت 99 جيجا بوينت 88. الله، طب مين كده الصح؟ يعني انا المفروض استهلكت 96 جيجا والويندوز قايل لي ان هم 99 جيجا بوينت 88 ووي بتقول لي ان هم 102 جيجا. في الحاله دي تعالوا نروح نشوف الميكروتك اللي هو بقى ادق حاجه، واي داتا بتعدي من جواه بتبقى مظبوطه ودقيقه 100%، وده فعلا اللي هيبين لنا النتيجه الصحيحه. وبعد الميكروتك هقول لكم ليه في فرق بين العدادات وبعضها. هنفتح الراوتر بورد الجميل بتاعنا اللي هيبين لنا الحقيقه كامله دلوقتي، ونخش على الوان علشان نشوف عدد الجيجات اللي اتخصمت مننا. هنلاقي عندنا ان احنا استهلكنا 97 جيجا داونلود و5 جيجا ابلود، يعني احنا استهلكنا 102 جيجا زي العداد بتاع وي ما بيقول بالظبط. في فرق ميجات هنا بسيطه زياده، وفي فرق برضه عداد وي بيقول لك انت استهلكت ده ايه ده؟ ايه الدقه دي؟ يعني بص 102 جيجا بوينت 68 وهنا 102 جيجا بوينت 8، يعني في فرق تقريبا 100 ميجا زياده او حاجه زي كده. ده الفرق البسيط جدا بين العدادات، وال 100 ميجا دول زياده عن عداد وي كمان. ولكن الفرق البسيط ده مش بيترجم لاي حاجه، يعني الفروقات البسيطه دي تبقى فرق بين السيستمز او الراوترز وبعضها، فدي عادي كده. الميكروتك قال لنا ان العداد مظبوط فعلا. كل الداتا اللي عدت من الخط، ميكروتك في النص بين الراوتر والبي سي ومفيش حد شغال على الراوتر، الداتا فعلا اللي عدت بين الراوتر والبي سي هي 102 جيجا و8 من 10 او 7 من 10 زي ما عداد وي بيقول، مفيش اي فرق. طب ايه اللي حصل ده يا انيس؟ الجيجات اللي اتخصمت دي راحت فين؟ انا اسف لو طولت في الفيديو بس انا لازم اشرح كل التفاصيل في الفيديو ده. احنا دلوقتي حملنا حاجات 96 جيجا ونص بس، الباقي ده راح فين؟ وليه عداد الويندوز برضو مش كاتب الحاجات اللي بتحصل دي؟ عزيزي المشاهد اسمح لي اقول لك ان الانترنت ده عباره عن داونلود وابلود. يعني انا مثلا بحمل ملف مساحته 40 جيجا، فاثناء ما انا بحمل ال 40 جيجا دول انا ببعت للسيرفر اللي انا بحمل منه اطلب منه الملفات دي. لعبه مثلا، اللعبه دي فيها فايلات كتير جدا مضغوطه جوه، كل فايل من دول البي سي بتاعك بيبعت للسيرفر يطلبه. علشان كده وانت بتعمل داونلود هتلاقي في ابلود عمال يعد. طب الابلود ده بيعد ايه؟ بيتعد التواصل بينك بين الجهاز بتاعك وسيرفر الشركه. سيرفر الشركه اللي عامله اللعبه او عامله الحاجه اللي انا بحمل منها يقول له والله ابعت لي الفايل الفلاني، ابعت لي الفلاني، ابعت لي الفايل العلاني، وهكذا. عشان كده لو لاحظت ال5 جيجا او 6 جيجا اللي احنا لقيناهم اختفوا دول او مش عارفين هم فين، هتلاقيهم في الابلود. انا سعان يا جماعه، متلج، انا اسف والله بس الجو تلج. همسك كده المج عشان اتدفى. فكده الناس اللي كانت بتسالني يا عم انيس انا حملت فيلم مساحته 10 جيجا خصم 11 من الباقه، خصم 12 ليه؟ على حسب الفيلم او على حسب الحاجه انت بتحملها دي فيها فايلات قد ايه، هتبعت لسيرفر الشركه اللي هي بتحمل منها كام مره او تاخد ابلود قد ايه عشان يرد عليها بالبيانات ديت. في بيانات من اللي بتنزل اثناء الداونلود مش كلها بتبقى الملف اللي هيتخزن عندك على الجهاز، في حاجات برضو رد السيرفر على البي سي عندك في حاجات. طب عداد الويندوز برضو يا انيس مش مظبوط ليه؟ احنا لو جينا مثلا رجعنا العداد بتاع الويندوز هنلاقي ان في تقريبا 3 جيجا فرق. طب دول راحوا فين؟
عايزين المشاهد، عداد الويندوز مش دقيق، وده مش كلامي على فكره. لو عملت سيرش كده بسيط هتلاقي ناس كتير جدا كاتبه عن الموضوع ده، وده لان عداد الويندوز مش بيحسب كل باكيت بتتبعت او كل حاجه بتحصل جوه النتورك رايحه او جايه. هو بيعتمد بشكل اكبر على الملفات اللي نزلت عندك على الجهاز، الملفات اللي عدت عندك جوه الستورج مثلا بتاعتك. لكن في حاجات هو بيبقى شايف ان هي ملهاش لازمه او ملهاش علاقه ان هي تتحسب فما بيحسبهاش. انا ما اعرفش بصراحه موضوع عداد الويندوز ده ومش خبير فيه، بس ده من اللي انا قريته من المقالات اللي انا شفتها. انا اهم حاجه عندي الميكروتك طلع مظبوط. ليه اهم حاجه عندي الميكروتك؟ لان هو ما بيفوتش حاجه في النص بين الراوتر والبي سي. كل باكيت بتعدي سواء ليها لازمه، سواء هتنزل على الجهاز او مش هتنزل، بتعدي. حتى لو فتحت صفحه الراوتر هيحسب لك برضو زي ما انت شفتوا احنا في اول فيديو فتحنا صفحه الراوتر خصم 1.5 ميجا عشان الصفحه اللي عملت لود دي. الملخص بقى يا عم انيس، قبل ما اتكلم في الملخص، اللي عايز فيديو لشركه ثانيه نعمل الاختبار بتاعها يكتب لي في الكومنتات اسمها، عشان اكتر شركه هيجي لها اسئله هنعمل ليها اختبار. فالملخص بقى ان عداد شركه وي مظبوط. اي حد هيطلع يقول لي يا انيس انت بتطبل، يا انيس انت بتعمل، انت شفت النتيجه بنفسك، وقبل ما تتكلم وتقول كلمتين ما لهمش لازمه جرب. يعني هات ميكروتك راوتر بورد ووصله بالكهرباء، ثبته واعمل نفس اللي احنا عملناه ده، هتلاقي النتيجه تطلع معاك زي ما احنا طلعنا. واتحداك لو طلع في اي اختلاف، لان انا عملت النتيجه دي قدامكم وانا ما كنتش عارف النتيجه اصلا. هيجي واحد يقول لي طب يا عم انيس انا كنت بسيب الراوتر وبسافر وبرجع الاقي في جيجات اتخصمت وانا ما اعرفش. بص، يا اما انت ما كنتش باصص على العداد كويس، يا اما الواي فاي بتاعك مفتوح ومسروق. يعني تمام. وسيره الواي فاي سهله جدا دلوقتي، وانت لو مش مامن نفسك صح يعني ب 90% في تولز بالهبل بتسرق الواي فاي لو انت مش مامن الواي فاي بتاعك بشكل مظبوط. حتى لو مامنه بشكل مظبوط ممكن يتسرق برضه، وحتى لو عامل ماك فلتر بيتسرق برضه ومش هتعرف ان في حد سرقه. تمام. وهبقى اشرح لكم الموضوع ده في فيديو بعد كده عشان كل الناس تامن نفسها. انا مش عايش هنا، يعني الشقه اللي فيها الاستوديو دي انا مش قاعد فيها، انا باجي هنا ممكن اقعد اسبوع او 10 ايام واروح اقعد مثلا في البيت 3 4 5 ايام. بسيب العداد هنا وباخد سكرين شوت منه لما الناس كتير سالتني وانت بتتكلم في الموضوع ده علشان اجرب بنفسي، ولقيت ان انا لما بسيب العداد بيفضل زي ما هو لحد ما ارجع، ومش مضطر ان انا يعني اجمل حاجه ولا اعمل حاجه. على فكره بالعكس، انا لو العداد طلع مش مظبوط او في حاجه ده انا المستفيد. يعني انا ممكن اعمل فيديو وهيطلع ترند ويجي لي مئات وبل الاف الدولارات وازيد لي 50 60 الف مشترك، يعني انا المستفيد لو طلعت ان العداد مش مظبوط. بس دي مش حقيقه. العداد حتى لحظه تصوير هذا الفيديو بناء على التجربه اللي احنا عملناها مظبوط. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه، تكتبوا لي في الكومنتات الشركه اللي احنا عايزين نختبرها المره الجايه. طبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Got something to say, you should hear it.